أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي طقس المملكة المغربية. بالنسبة لصور القمر الصناعي لهذا اليوم، نلاحظ معكم تشكل مجموعة من الخلايا الغير مستقرة على مرتفعات الأطلس الكبير، كذلك المناطق المجاورة، كذلك بالأطلس الصغير والجنوب الشرقي، وأجواء صافية إلى قليل السحب بالمناطق الشمالية والشرقية وكذلك الأقاليم الجنوبية. وإن شاء الله في توقعات يوم غد من الأرصاد الجوية الوطنية 13 من شهر غش، يوم غد الأحد، يتوقع بإذن الله انخفاض طفيف لدرجات الحرارة. لم تعد درجة الحرارة من المستوى الأحمر بل فقط المستوى البرتقالي، لكن تبقى درجة الحرارة مرتفعة. المقاييس ستتراوح بين 35 و 45 درجة على كل من أقاليم السزاق، الزلال، أسفي، أكادير، دوتنان، إنزكانة، ملول، الحاج، بالحوز، الخميسات، الرشيدية، الصويرة، العرائش، العيون، القنيطرة، اليوسفية، بن سليمان، بني ملال، بوشدور، كذلك تارودان، تازا، تونات، تيزنيت، قرسيف، خريبكا، خنيفرة، رحامنة، زاكورا، سطات، السمارة، سيدي إفني، سيدي بن نور، سيدي سليمان، سيدي قاسم، شتوكا، أيتباها، شيشاوا، صفرو، طاطا، كذلك طنطان، طرفايا، فاس، فقيه بن صالح، قلعة السراغنة، مراكش، مكناس، مولا يعقوب، وادي الذهب، وزان، وقلميم. وسوف إن شاء الله تتشكل بعض الخلايا والعواصف الرعدية دائما على مناطق وأقاليم الظلال، الحوز، الصويرة، اليوسفية، بني ملال، خريبكا، رحامنة، سطات، شيشاوا، فقيه بن صالح، قلعة السراغنة، ومراكش. وربما مقاييس هذه التساقطات العاصفية قد تتراوح بين 10 ملم و 15 ملم. سوف تكون موجات حر أخرى بأدنى مستويات اليقظة وهو المستوى الأصفر، سوف تتراوح المقاييس ما بين 31 و 41 درجة على أقاليم إفران، الجديدة، والسرد، برشيد، بولمان، تورير، تنغال، جرادة، فيقيق، ميدلت، وجدة، أنقاد، وورزازات. فيما يخص إن شاء الله توقعات خارطة الأمطار من النموذج الأوروبي، يتوقع بإذن الله خلال فترة الصباح اليوم غد الأحد أن تكون الأجواء مستقرة إجمالا بجل جهات وأقاليم المملكة، وبعد الزوال كما تلاحظون تتشكل سحوب وخلايا غير مستقرة وعاصفية سوف تعطي زخات مطر مصحوبة بعواصف رعدية على مرتفعات الأطلس الكبير، كذلك الجهات الغربية المجاورة، كذلك حتى بمرتفعات الأطلس الصغير. احتمال أن تتشكل سحوب غير مستقرة ربما مصحوبة بعواصف رعدية. عاد ذلك الأجواء مستقرة ببقية الجهات. خلال المساء ربما تمتد إلى المناطق الغربية للأطلس. بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله 14 من شهر غشت، الأجواء مستقرة خلال فترة الصباح بأغلب جهات وأقاليم المملكة كما تلاحظون خلال فترة الصباح، وبعد الزوال دائما تتشكل سحوب وخلايا غير مستقرة وعواصف رعدية على مرتفعات الريف، كذلك الأطلس المتوسط وأيضا الأطلس الكبير وحتى الأطلس الصغير. تتشكل خلايا غير مستقرة ربما تعطي زخات مطرية عاصفية خلال فترة بعد الزوال، ربما حتى بشمال منطقة الشرق. بالنسبة لبقية المناطق فكما تلاحظون الأجواء بها مستقرة وصافية إلى قليلة السحب. يوم الثلاثاء إن شاء الله 15 من شهر غشت، الأجواء مستقرة صباحا بجل جهات وأقاليم المملكة، وخلال بعد الزوال كما تلاحظون دائما تتشكل الخلايا والسحب الركامية بمرتفعات الأطلس الكبير، كذلك المتوسط ومرتفعات الريف، وأيضا بشمال منطقة الشرق. احتمال كبير لأن تتشكل سحوب غير مستقرة مصحوبة بعواصف رعدية، وذلك خلال فترة بعد الزوال وكذلك حتى خلال المساء وأول المساء. بقية المناطق الساحلية والشمالية وكذلك الأقاليم الجنوبية الأجواء مستقرة بحول الله. بالنسبة ليوم الأربعاء إن شاء الله 16 من شهر غشت، الأجواء مستقرة صباحا مع تمركز كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى، وبعد الزوال تنمو سحوب غير مستقرة وخلايا رعدية على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية وكذلك شرق الريف، ربما حتى بالأطلس الصغير في بعض المناطق قد تتشكل بعض الخلايا الغير المستقرة. وكذلك يتوقع صعود سحب مدارية إلى الأقاليم الجنوبية سوف تعمل هي الأخرى على نزول تساقطات مطرية قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية على إقليم وادي الذهب وكذلك على إقليم أسترد. بقية المناطق إن شاء الله الأجواء بها مستقرة إلى قليلة السحب. نفس الأجواء متوقعة يوم الخميس 17 من شهر غشت، الأجواء مستقرة صباحا وبعد الظهيرة تتشكل سحب غير مستقرة وعواصف رعدية دائما على مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير والجهة الشرقية وشرق الريف، كذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية تمتد لها هذه التساقطات الرعدية خصوصا خلال فترة المساء. كذلك استمرار السحب المدارية على أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة سوف تعمل على تساقطات مطرية وعواصف رعدية كذلك إن شاء الله يوم الخميس 17 من هذا الشهر. عدا ذلك الأجواء مستقرة ببقية الجهات. نفس الأجواء متوقعة يوم الجمعة إن شاء الله 18 من هذا الشهر، أجواء غير مستقرة خصوصا خلال فترة بعد الزوال على مجمل مناطق الأطلس الكبير وكذلك المتوسط وأيضا بالريف وبالجهة الشرقية، كذلك السهول الواقعة غرب الأطلس والمناطق الشرقية المجاورة للأطلس
تتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بعواصف رعدية، ربما يعزى هذا إلى وصول رطوبة مدارية سوف تعمل على تشكل هذه السحب. ربما تكون الحالة قوية مع تقدم الأيام. سوف نوفيكم إن شاء الله بكل ما هو جديد خلال الأيام القادمة. كذلك نفس الأجواء متوقعة يوم السبت، ربما تصعد مزيد من الرطوبة المدارية إلى الأقاليم الجنوبية، كذلك على المرتفعات احتمال كبير مشاهدينا الكرام لأن تعطي وأن تشكل السيول خصوصا بالمرتفعات وكذلك بالأقاليم الجنوبية. يعني هذه توقعات صعود الكتل المدارية لا زالت ثابتة إن شاء الله على المملكة، خصوصا ابتداء من يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة والسبت، ربما حتى يوم الأحد كما تلاحظون سوف تبقى مستمرة العواصف الرعدية بالتشكل، وذلك على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وأيضا الأطلس الصغير والسفوح الجنوبية الشرقية ومرتفعات الريف والجهة الشرقية. استمرار تشكل الخلايا الغير مستقرة والرعدية، ربما كما قلنا احتمال كبير لتشكل السيول، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك حتى يوم الاثنين 21 من هذا الشهر، شهر غشت، يعني مشاهدينا الكرام احتمال صعود رطوبة مدارية سوف تعمل على تشكل خلايا رعدية قوية على الأقاليم الجنوبية ابتداء من يوم الخميس، كذلك يوم الجمعة كما تلاحظون، وكذلك يوم السبت سوف تبقى إن شاء الله الفرص مهيئة لتكون سحب غير مستقرة وعواصف رعدية على المرتفعات، كذلك المناطق المجاورة وبالأقاليم الجنوبية. سوف إن شاء الله نتابع معكم الحالة أولا بأول. بالنسبة لدرجة الحرارة سوف تشهد بعض الانخفاض ابتداء من يوم غد الأحد، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.